اكيد المونتاج عملية بتاخد وقت طويل جدا جدا جدا، وممكن تحتاج تعيد فيها عملية مثلا بتاخد نص دقيقة تحتاج تعيدها اكتر من 30 مرة على طول امتداد الفيديو ده، لو هتعمل زوم ولا هتحط كتابة على الفيديو ولا هتظهر صورة او عنصر. بس الحمد لله في حاجات بتختصر الوقت ده، وهي الاضافات في بريمير بتنقسم لفرعين: بريسيتس وبلجنز. كل الروابط المستخدمه هتلاقيها في الوصف. تعالى بس بما انك نازل الوصف وانت طالع اعمل لايك وسبسكرايب وابعت الفيديو لكل الناس اللي تعرفهم، عشان ده بيدعمني جدا ويخليني اقدر اكمل اكتر ان شاء الله. خلينا نبدا بالبلجنز. اول بلج هي ادوبي كومبوزر. ادوبي كومبوزر فيها باك مجانيه بتديك تشكيله متنوعه من بعض الانطالات والكتابات الجاهزه وبعض العناصر زي زرار اللايك او السبسكرايب ولوجو القناه او انك تظهر الاسم بتاعك، وبرده بتديك كميه كويسه جدا من مؤثرات الصوت. تعالى معايا اوريك طريقه تحميلها وتشغيلها. وهنيجي هنا وهنكتب ادوبي كومبوزر وهندوس على اول نتيجه تظهر لنا، وبعدين هنعمل لوجين، بعدين هتسجل باكونت جوجل او اي اكونت، بعدين هتيجي عند برودكتس وتختار ادوبي بريمير، بعدين هتعمل داونلود فور ويندوز. بعد ما هتعمل داونلود هتلاقي الانستولر نزل لك في الداونلودز، بعدين هتيجي تقول له نيكست وهتكمل نيكست 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 لحد لما يتسطب للاخر. هنلاقي انه اتسطب دلوقتي وهنيجي ندوس على انستول للستارتر باك، هنستناها لحد لما تخلص. بعدها هنعمل انستول للبريمير كومبوزر نفسه، وده البلجن اللي هيشغل لنا الباك. هنا هو خلص بس بيطلب مني اني اقفل ادوبي بريمير عشان يكمل التثبيت، لان انا كنت مشغله هنا في الباك جراوند، فاروح اقفله على طول. بعدين هقول له تراي اجين وهدوس يس، وبعد كده هستنى شويه وبس كده. مبروك عليك، البلجن اتثبت. وهنا لو انت عايز تثبتها لافتر افكت هنقفلها وهنيجي نفتح ادوبي بريمير. بعد ما فتحنا ادوبي بريمير هنيجي على قائمه ويندو، بعدين هنختار اكستنشن، بعدين هنلاقي ادوبي كومبوزر عندنا هنفتحها بالشكل ده. بعدين هنيجي ندوس على ستارتر باك، هنلاقي اول حاجه عندنا كتابات، وبرضه دول كتابات باشكال مختلفه، وهنا دول ترانزيشنز، وهنا العناصر اللي بنظهر بيها زي اللايك والسبسكرايب او حتى لوجو القناه، ودول شوية شيبس ممكن نستعملهم في توضيح الشرح على الفيديوهات، ودول ساوند افكتس. طريقة استخدامها هي حرفيا دراج اند دروب، مجرد تشد الحاجة اللي انت عايز تستخدمها وتحطها عندك في التايم لاين. هنلاقي انها ظهرت بالشكل ده، ونقدر نتحكم فيها من البلجن نفسها، او ممكن نتحكم فيها برضو من Essential Graphics. تقدر انك تغير كل حاجة حرفيا، الكتابة، الالوان، السكيل، كل شيء. كده مثلا انا غيرت الكتابة، هنا انا هبدأ اغير اللون بتاع الفونت نفسه، ومن هنا اقدر ان انا انعم حواف المستطيل اللي فيها او ان انا اعمل له ستروك، وهنا هغير لون الستروك نفسه. هنا انك تقدر تغير في طولها او عرضها، او ان انا ابعد الحروف عن بعضها، وهنا اقدر اغير نوع الفونت نفسه. وده كده في التكست. ممكن نرجع لبراوز ونجرب نستخدم حاجة تانية. كل دول بينطبق عليهم نفس الكلام، ودول نفس الكلام برضه. نيجي بقى للترانزيشن. هنا انا جبت مقطعين عشان اشرح عليهم المثال. كل اللي انك هتعمله انك برضه هتدراج اند دروب، هتجيب الترانزيشن وهتحطه فوق الفيديو بالشكل ده، وهتلاقي ان الترانزيشن مقسوم نصين. كل اللي عليك هتوازي الخط اللي في نص الترانزيشن مع الخط اللي ما بين الفيديوهين. وهنا برضو انا خدت ترانزيشن تانية وعملت فيها نفس اللي عملته في اللي فاتت بالظبط. نيجي بقى للجزء اللي بنعرض بيه لوجو القناة او اللايك او السبسكرايب. على سبيل المثال هناخد العنصر ده وهننزله على التايم لاين بالشكل ده، وبرضه هنقدر نتحكم فيه من Essential Graphic. عشان تغير اللوجو كل اللي هتعمله انك هتجيب اللوجو وهتحطه في المكان ده في Essential Graphic، وبرضه من هنا تقدر تغير المكان بتاعها وتقدر تغير الكتابة المكتوبة فيها وكل حاجة فيها. ودول الشيبس برضه بينطبق عليهم نفس الكلام في طرق التعديل، ودول الساوند افكتس.
كل اللي بتعمله انك بتسحبه وتحطه في المكان اللي انت عايزه، دراج اند دروب. البلاج التانية وهي AE Juice، وهي برضو بتضيف لك بعض من الباكس زي باك للمؤثرات الصوتية، وباك تاني فيه شوية ترانزيشنز واوفرليز، وكمان فيها باكات للفي اف اكس وشوية حاجات تانية، وديت طريقة تثبيتها وتشغيلها. هنيجي في البحث ونكتب AE Juice Adobe Premiere Pro. بعد كده هنخش على الصفحة وهنعمل لوجن. هنعمل لوجن اكونت جوجل او اي اكونت انت عايز تعمل بيه. بعدين هنيجي على داونلود وهندوس داونلود فور ويندوز. هنلاقي ان الداونلود ابتدى، هنستناه لما يخلص. بعد ما يخلص هنعمل له اكستراكت هير. بعدين هنشغل الانستولر، هنقول له accept and install. انا طبعا مسطبه، انت هتفضل تقول next next next. هنيجي من قائمة ويندو وهنختار AE Juice، تظهر لنا بالمنظر ده. هتلاقي عندك هنا باكس بالهبل، بس دول في الستور، كل دول بفلوس، احنا لينا الباكس الفري اللي فوق. هنيجي على الستارتر باك، هتلاقي فيهم ترانزيشنز واوفرليز وجريدينت، ممكن تستخدمهم فوق فيديوهاتك. دول الترانزيشنز، دول ترانزيشنز برضه، كل دول اوفرليز. مثلا هنيجي ناخد الكتابة دي، هندوس على علامة التحميل، وهنقدر برضو نعدل عليها زي البلاجن اللي فات. نقدر من هنا اننا نغير اللون، واننا نكتب حاجة تانية، ومن هنا الكتابة اللي في الخلفية نغيرها. وهنا الستارتر باك بتاعت الساوند افكتس، هتلاقيها مليانة ساوند افكتس كتير جدا. نفس الموضوع برضو دراج اند دروب في التايم لاين، وكمل انت بقى استكشاف. الباك اللي بعد كده هي حرفيا تقدر توفر ساعات من وقتك في المونتاج، وهي Essential Motion. الباك دي بتديك مجموعة متنوعة جدا من مؤثرات زي الزوم ان والزوم اوت وحركة العناصر على الشاشة، وفعلا بتوفر وقت كتير جدا. وسايب لك رابط الموقع الرسمي في الوصف تحت. اعمل بس لايك وكمل معايا طريقة تشغيلها. هتخش من الرابط اللي انا سبته لك تحت، هتلاقي مكتوب Essential Motion 3.1. بعدين هتيجي تختار Personal Use. هو ممكن تدفع فيها فلوس وممكن تاخدها ببلاش لو استخدام شخصي ليك. وهندوس على Purchase. هتيجي لازم تكتب في التيب $0، بعدين تكتب الكونتري بتاعتك، انت هتحط $0 وهيشتغل عادي. هتدوس Continue without adding. بعدين هتدوس Download. بعدين هنروح نفتح Adobe Premiere. هتيجي عند قائمة Effect وتدوس كليك يمين Import Preset. بعدين هنيجي نختار البريسيت اللي احنا حملناها وهنعمل لها Open، وهتفتح فولدر Presets. هتلاقي البريسيت موجودة باسمها في فولدر. خلي بالك من حاجة، ان الإفكتس هنا كتير جدا، ده لاني حطيت البريسيت مرتين فوق بعض. هما في الحقيقة اقل من العدد ده، ولكن هما فعالين جدا جدا جدا، هما بس متكررين. طريقة استخدامهم، هنعمل adjustment layer، وهنجيب الادجستمنت لاير هنحطه فوق اي كليب احنا عايزين نشتغل عليه، وهتيجي تختار اي افكت انت عايزه وهتحطه على الادجستمنت لاير. ده مثلا افكت الزوم ان، ممكن بقى نمسح الافكت ونحط اي افكت تاني غيره. ده فاست زوم ان. ده عندنا افكت جلitch. كمل انت بقى استكشاف في الباك. وبعد دي هتلاقيني سايب لك مجموعه بريسيتس جاهزين في الديسكربشن، بيتم برضه تثبيتهم بنفس الطريقه بتاعه Essential Motion. في البريسيتس دول هتلاقي اكتر من 50 ترانزيشن او انتقال، وهتلاقي كمان مؤثرات زي الكاميرا شيك وهو اهتزاز الكاميرا وحاجات اكتر كتير. بس خلي بالك من حاجه مهمه، وهي العلامه ديت وهي موجوده جنب افكت، ده معناه ان الافكت ده معمول له GPU acceleration. ده بيخلي الافكت يشتغل بشكل خفيف على التايم لاين بتاعك من غير ما يعمل اي نقط حمراء في التايم لاين، بمعنى انه يبقى مكان مش مترندر ولما تيجي تشغله في التايم لاين تلاقي التايم لاين بيقطع. لما يكون العلامه دي موجوده اعرف ان الموضوع ده مش هيحصل معاك. لكن في بعض الترانزيشنز اللي معظمهم بيكونوا جليتش ترانزيشن مش معمول لهم GPU acceleration، فممكن يكونوا تقال شويه في المونتاج عندك، وطبعا كله بيختلف حسب قوه جهازك. بس استخدامك للادوات دي بشكل عشوائي ممكن يؤدي لفيديو مزعج وغير منطقي، فلازم تتفرج على الفيديو ده كنت اتكلمت فيه عن اساسيات المونتاج. متنساش تعمل لايك سبسكرايب وتبعت الفيديو لقرايبك وحبايبك والمجتمع والناس، ويلا سلام.